تعالوا نعمل مع بعض تورتة الايس كريم. حابة تعمليها في القالب بتاع الكب كيك اعمليه، حابة تعمليها في صينية مدورة اعمليه. بصي في تلك الحالتين هتطلع معاكي قمر وجميلة قوي. لو اول مرة تشوفيني ما تنسنيش في لايك واشتركي في القناة ودوسي على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد. زي ما انت ما شايفه كده مش هنروح نشتريها ب 400 وب 500 جنيه، لا احنا هنوفر وهنعملها في البيت. وانت بتقطعيها لازم تحطي السكينه في ميه سخنه وتمسحيها بمنديل وبعدين تقطعي عشان ما تتفتفتش معانا. مش قادره اوصف لكم طعمها عامل ازاي، وبأقل التكاليف هتعملي وهتفرحي اولادك من غير ما تدفعي فلوس كتير فيها ومن غير ما هنشتريها من بره. لا احنا هنعمل في البيت كل حاجه زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا متماسكه كده وجميله، وكانت حاجه ساقعه كده وترطب على القلب، وبسم الله ما شاء الله كانت تحفه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول واقول لكم هنعمل ايه. هنا معانا كوبايه ونص كريم شانتيه، ونص كوبايه لبن بودره، وربع كوبايه كاكاو خام، وهنا معلقتين جيلاتين. هندوب الجيلاتين بميه سخنه. ماشي. الطبق اللي هناك ده فيه شويه عين جمل صغننه، هندوب بالجيلاتين وهنركنه على جنب. هنجيب بقى البوله بتاعتنا، هنفضي بقى الكريم شانتيه. تمام زي ما انتم ما شايفين. بصوا الكوبايات المعياريه دي بكوبايه المج الشاي، انا قلت لكم كوبايه ونص، كوبايه ونص بتاع دوت كريم شانتيه، ونص كوبايه لبن بودره، ونص وربع كوبايه كاكاو، وهنحط كوبايه ونص ميه على حسب احتياجك للكريم شانتيه اللي انت هتحطيه. وهنضربهم كويس قوي قوي بالمضرب الكهرباء. ولو حطيتي كوبايتين ميه هيكون برضك حلو قوي. تمام. هنا بصوا معانا هنا التلات بواكي بسكويت اللي هو الساده، اي نوع انت حباه، وكيسين اوريو. ده بقى حطينا كوبايه سكر بودره. حابه تزودي السكر عشان تبقى مسكره قوي زودي، حابه تخليها طعمها معقول زي ما انا ما عملتها كده حلوه قوي. هنا جبنا الجيلاتين بتاعنا، طبعا صفيناه بالمصفى الصغننه عشان خاطر ما يحصلش فيه تكتلات كده، ما ننزلش تكتلات على الكريم شانتيه. وهنضرب تاني بالمضرب الكهرباء. طبعا لو اول مره تشوفيني ما تنسنيش بقى في اشتراك ولا لايك حلو زي كده. بصوا هنجيب بقى العين الجمل دوت هنكسره، هنكسر شوية منه، وهنفتح الاوريو هنكسر برضك منه اوريو. بصي المتاح عندك اعمليه، مش شرط ان انت تشتري حاجات كتيرة زي ما انتم ما شايفين بقى. طبعا كده المتاح عندك اعملي بيه. وهنقلب بقى ايه الحاجات اللي احنا عملناها كلها ببعضها اللي هو الكريم شانتيه ده. ماشي. بالمكسرات اي نوع مكسرات عندك متاح عندك حطي، مش متاح ما تحطيش. هنا هنجيب بقى القالب بتاعنا وهنحط بقى فيه كيس تلاجة، يا اما ستريتش ريب لو موجود عندك موجود، مش موجود انا عملته لكم كيس تلاجة يبقى اسهل واحسن على طول يعني. بصوا كسرنا شوية مكسرات زي ما انتم ما شايفين كده. ماشي. وفتحنا الاوريو هنحط كام واحدة كده في من تحت خالص. ده كده دوت لما نقلبه المفروض ان هو هيكون الوش بتاعه. وهننزل بقى بالايس كريم بتاعنا دوت. تمام. هننزل بشوية، وبعد كده هحط بقى ايه في النص. هكمل الحاجة اللي انا بقى عايزة احطها. هحط مثلا بسكوت سادة، حابة تحطي حطي، حابة تحطي اوريو بس حطي. شوكولاتة عندك، شوكولاتة اللي هي السايحة دي برضو حطي، اي حاجة متاحة عندك حطيها. لو حابة تحطي فاكهة حطي، بتبقى حلوة قوي. طبعا ما تنسينيش في لايك قمر زيك كده، ودوسي على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد، واللي ما اشتركتش في قناتي اشترك. وعايزة دعوة حلوة كده من قلبكم. بصوا طبعا انا حطيت البسكوت دوت، بعد ما حطيت الاوريو حطيت المكسرات حطيت البسكوت دوت. وبعدين هحط بقى اللي هي الشوكولاتة اللي هي النوتيلا دي، هحط يعني بتاع معلقتين كده. بصوا متاحة عندك حطي، مش متاحة ما تحطيش. فمش شرط يعني مش اساسية، بس كطعم اديته طعم حلو قوي. وهننزل بقى بايس الكريم الباقي. وبعد كده هنحط بقى البسكويت الساده ده، اي نوع بسكويت عندك اعملي بيه، مش شرط نوع معين، لا اي نوع عندك بسكوت ساده اعملي بيه. طبعا هنسوي بقى ايه الوش بتاعها كده.
وهنخبطها خبطتين زي ما انتم شايفين كده عشان تتساوى. وبعد كده هنفتح، هنحط بقى البسكويت اللي هو الساده دوت، هنرصه بقى ايه على الوش. طبعا زي ما انتم شايفين، حابه تحطي بقى على الوش كده، الوش ده هيكون الارضيه بتاعه الايس كريم يا جماعه. حابه تعملي تورته الايس كريم ديت في صينيه مدوره، نفس الخطوات دي بالظبط اعمليها. وحطي كيس التلاجة ده كمان، يعني نفس الخطوات بالظبط. هتشوفوا لما احطها في الفريزر هتقعد يعني حوالي 6 ساعات. تمام. حابة تعمليها وتسيبيها ليلة كاملة عادي، مفيش مشكلة. بصوا انا هحط البسكوت، ولو عملتوها في صينية مدورة وجيتوا تطلعوا كيس التلاجة كده بالايس كريم هتطلع معاكم. يعني على فكرة اي شكل من الاشكال ممكن انت بقى ايه تعمليه. حابة اللي هو تعملي في الكب كيك دوت اللي انا عملتي فيه اعملي، حابة تعملي في صينية مدورة اعملي، حابة تعملي في صينية مربعة اعملي. المهم كانت طعمها روعة، لازم تجربوها يا جماعة. وموفرة جدا، مش هتكلفكوا 60 جنيه 70 جنيه. احسن ما نروح نجيبها ب400 ب500 جنيه، لا احنا هنعملها في البيت. بصوا بقى كده انا بعملها بالاسترتش راب. متاح الاسترتش راب عندك قفلي بيه، مش متاح لبسيها كيس نايلو وشيليها في الفريزر. تمام. بصوا انا كده بقى ايه هبدأ ان انا هشيلها، وبعد ما هشيلها هتقعد زي ما قلت لكم 5 6 ساعات وهطلعها. وانا بطلعها هتشوفوا وانا مطلعوها كده هتطلع من الكيس معانا، يعني مش هتبقى متماسكة بقى وهتضايقنا في طلوعها، لا هتكون سهلة جدا بصراحة. بصوا طبعا هنا كده بقى ايه كنت خلاص جبتها من الفريزر. تمام. وهفتحها اهو معاكم. ودي كانت وصفة اليوم، ويا رب وصفة اليوم تعجبكم. بصوا طلعت بكل سهولة ازاي، بصوا انا ماسكاها في ايدي. بصوا زوقي بقى التزويق اللي يعجبك انت، التزويق ده بقى بتاعك انت ومزاجك. ودي كانت وصفة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.